في موكب جنائزي مهيب شيع جثمان شهيد الواجب الوطني حناشي عابر أحد إطارات الدرك الوطني الذي توفي بعد حادثة سقوط مروحية بنعامة بمقبرة وادي الشرفة بولاية عين الدفلة بمسقط رأسه. الأخ الحناشي عابر هو شهيد الوطن واللي قدم الشباب تاعو نطلبوا منه طلبوا له الرحمة في هذا أواخر شهر رمضان. شهيد ده ربي. كان حنين وطيب بزاف. أنا كيف يبدأ في مثل بسبب الله يرحمه. أنا بما بتشوف كان في بلاصتو، كان ديما قريب لينا، ما حسناش كان بفرق باب الله يرحمه. سمع هذه كي راح خلانا كما حضر مراسيم تشييع الجنازة العديد من إطارات الدرك الوطني إلى جانب حشود كبيرة من أهله وجيرانه وأصدقائه. كنذكروا المحاسن تاع هذا المرحوم، حياته كلها محاسن. هذا زميل تاعنا وخونا وحبيبنا ووليدنا، الله يرزق ذويه بالصبر والسلوان، والله يرحمه ويوسع عليه. مات شهيد على هذا الوطن، وندعو له ندعو له ندعو له ندعو له، وربي شنو نقول لك، ما قدرتش نهضر والله. ففي الوقت الذي كانت تستعد أسرته لاستقباله للاحتفال جميعا بعيد الفطر المبارك لينزل خبر وفاته كالصاعقة على جميع من عرف الشهيد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.